ليه الممثلين كلهم بقوا كارهين فكره النقد؟ يعني ليه بقينا اللي هو ايه ده؟ انت هتقول رايك فيا كممثل او هتقول رايك في الفيلم بتاعي، انا هطلع اشتمك واسبلك ليه يا استاذه؟ يعني داليا شوقي زعلت قوي لما الناس هاجمتها لمجرد انها عملت مشهد مش كويس. طب ما هو طبيعي انت تعمل عمل فني تنزله للناس، تنزل منتج للناس، طبيعي ان انا اقول لك حلو او وحش، ما حسب. يعني انت عامل لي اكله، ما يقول لك حلو يقول لك وحش. ليه انت متضايق لو قلت لك وحش؟ انت عملتي حته وحشه قلنا لك كنت حلوه بس الحته دي وحشه، جت اختك تهزقنا، جت مامتك تهزقنا، انت بتهزقينا. ايه الفكره في ايه؟ فيلم حولات حريم كريم، طارق الشناوي الناقد دخل في خناقه مع مصطفى قمر، ده تطاول وده تطاول، الاثنين غلطانين. انا مش بقول مين غلطان مين صح، الاثنين غلطانين. بس ليه الناس بقت بتتضايق من النقد؟ يعني ليه لما بنيجي ننقد بيبقى في مشكله؟ اتضايقت قوي كنت اتفرج على المؤتمر الصحفي بتاع فيلم فوي 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 بتاع محمد فراج، المخرج قليط قوي، اللي هو الراجل الصحفي بيسال سؤال لمحمد فراج، الراجل المخرج بيقول له ايه السؤال ده وايه معناه ده؟ انت مالك انت بتسال ايه؟ هجاوب بالنيابه عن استاذ محمد. حضرتك مش شايف الفيلم ولا ايه؟ انت ما شفتش الفيلم؟ شفت الفيلم؟ ما شفتش بطل ولا ايه؟ هو طول عمره بطل هو بس. لا يعني مش فاهم السؤال الحقيقه انا مش شايف ان هو له اي معنى. ما يسال اللي يساله وسيب الراجل يجاوب. الراجل كان هيجاوب على فكره، الراجل كان مبسوط بكلام الصحفي، كان بيساله بيقول له انت دلوقتي بقيت تعمل فيلم وبقيت انت على الافيش ورقم واحد، ايه اللي يخليك تستمر دايما تكون رقم واحد؟ وايه الحاجات اللي ناقصاك كممثل؟ سؤال عادي جدا بديهي جدا، الراجل ما عملش غير بطولتين مطلقين في حياته، القشاش والفيلم ده بتاع فوي فوي فوي، فطبيعي ان هو يساله يقول له ايه اللي هيخليك تكون رقم واحد دايما؟ ده بديهي. المخرج بيقول له هو على فكره صورته اللي على الافيش هو يا معلم ايه القلاطه والتناكه دي؟ انا اول مره في حد اشوفك اصلا، ولو انت حتى مخرج مشهور ايا كان ما تردش على حد كده. ليه الناس بقت بتزعل من النقد يا جماعه؟ هو في نقد بناء وفي هزار وفي نقد قليل ادب. احنا يا بنهزر يا بنقول نقد بناء، ما بنقولش قله ادب، فخلاص يبقى نسمع واحنا ساكتين عادي، إيه المشكله يعني؟